سياده المستشار. يا دكتور ازي حضرتك؟ اولا بنقول لك مبروك على كرة اليد على فوزها، ومبروك لنادي الزمالك بالفوز اللي فعلا العزيمه والاراده والصلابه والقوه في اخر 5 دقائق في مباراه بتروجيت. الحمد لله الحمد لله، دي نعم ربنا علينا، طالما انك انت ماشي في الطريق الصحيح ربنا بيبارك لك في كل شيء. ربنا يبارك لكم وتكملوا المشوار بتاعك اللي انتم ماشيين فيه ان شاء الله. وانا بهني فريق كرة اليد على النتيجه الطيبه اللي هم فازوا بالسوبر وبطوله افريقيا في عين واحد، وده دليل على ان الفرقه رجاله وكانوا على وعدهم وحققوا النتيجه اللي قالوا عليها يعني. محضر لهم مكافأة؟ كل حاجه هتتعمل لهم ان شاء الله. كل حاجه هتتعمل لهم ان شاء الله، هنستقبلهم بكره في المطار باذن الله. يستحقوا لانهم اسعدوا الشعب المصري وجمهور الزمالك وكل الناس كلها، رجاله رجاله فعلا يعني. الحمد لله. وبرضه فريق كرة القدم برضه فوزه على البتروجيت دي معجزه من المعجزات، برضه توجت التقدم لفريق كرة القدم. لا انا ما بعتبرهاش معجزه يا سياده المستشار، انا بعتبرها رجوله وتصميم واراده اللاعب، هم اللعيبه اللي كانت بتلعب اللي حولوا الهزيمه لنصر. يعني اللاعب لما بيعوز بيدي، وفعلا الحمد لله لما حسوا بخطر عرفوا ان الله حق وادوا طلعوا كل عندهم واستحقوا الفوز بصراحه. الحمد لله الحمد لله. هاخد الوصف بتاعك برضه. الحمد لله. دلوقتي يا سياده المستشار عندي خبر ان نادي الزمالك واخد وعد شافه من اتحاد الكوره بتاجيل لقاء انبي 24 ساعه، ايه صحه الكلام ده؟ ده كلام مظبوط، وان شاء الله هيتلعب باذن الله يوم الثلاث في الاستاد باذن الله. ده اوكي خلاص يعني ان شاء الله. هل نادي الزمالك هيقدم شكوى للفيفا المحكمه الرياضيه علشان بطاقه ميدو اتاخرت قوي؟ والله ده احنا برضه في اتجاه، بس انا مش عايز اتعجل فيها غير لما ندرسها واقعد مع الدكتور اشرف برضه مع كابتن ابراهيم وحد من الاستاذ ايهاب في الاتحاد عشان نشوف مدى النتيجه المرجوه من هذا التصرف. انت شايف ان اتحاد الكوره سبب من اسباب تاخير البطاقه، ولا انت شايف ده شيء طبيعي يا سياده المستشار؟ لا، هي الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد من حيث الاتصال بتاع الجهاز معين كده ساعد على ان احنا البطاقه ما جاتش. يعني مش من لجنه شؤون اللاعبين؟ نعم. لا انا مش عايز اظلم حد يعني. نعم. لكن هو في خطا يعني مشترك ادى او ساعد عليه هو انقطاع الاتصالات. ما احنا عشان كده بنوضح بس. ايوه. دلوقتي انا عندي هنا يا سياده المستشار خبر ازعجني قوي بصراحه، وما اعرفش انتوا كنادي الزمالك هتاخدوا خبر ابو كونيه بيفسد فرحه الزمالك برفعه الحذاء لجماهير السويس. انتوا كمجلس اداره هتاخدوا ايه في القرار ده يا سياده المستشار؟ احنا هيكون لنا قرار، بس عايز اقول لك يا كابتن مصطفى انا كنت موجود هناك في المباراه. نعم. يعني موجود. احنا من اول مباراه والزمالك عمال يشتم شتيمه يعني اكتر من حكايه رفع الحذاء. رفع الحذاء ده بسيط قصاد الشتيمه اللي شتمها شيكابالا. نعم. شيكابالا بالالفاظ وامه ووشه ومش عارف ايه كده اللي فيها نوع من العنصريه الفذه. لان معروف ان في السويس كله زملكاوي. هو اللي كانوا رافعين علم الاهلي. يعني كلهم المجموعه دي كانت رافعه علم الاهلي وهي اللي اثارت الامور. يعني احنا علاقتنا كويسه جدا بالسويس. كويس. وكمان كابتن حلمي طولان ده ابن نادي الزمالك وراجل يعني مدرب كويس. لكن الاثاره كانت من الجماهير اللي هي رافعه علمت النادي الاهلي بالشتيمه البشعه لشيكابالا. احنا ضد الكلام ده طبعا يا سياده المستشار، انما انا عارف انما ما ينفعش ان لعيب كوره يرفع الحذاء للجماهير ايا كانت. كل فعل يا كابتن مصطفى بيبقى دي رد فعل. يعني انت ما تقدرش انك انت يعني واحد يجي يشتم فلان الفلاني ويفضل شتيمه وبالتعريه وبالوصف وبالعنصريه، مش هيكون في رد فعل ابدا. يعني اي حاجه انا بص يا سياده المستشار، انا بتفق معاك ان ما ينفعش، انما اللعيب في الملعب في كل الدنيا كده، انما انا ضد اللاعب مهما كان حصل في الملعب، اللاعب لاعب فقط لا غير، انما يرفع حذاءه للجماهير ده اللي صعب قوي يا سياده المستشار. ما هو كل واحد ساعات بيبقى فاقد الوعي لما يرد على شتيمه بتثير الاحساس. يعني انت موافق انه يرفع جذبته يا سياده المستشار؟ مش موافق، انا مش موافق. ما ده الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. انتوا كمجلس اداره ايه القرار اللي ممكن تاخدوه؟ ايا كانت. بس انا ايه عندنا برضو في القانون في الظروف اللي هي افقدتك الوعي ساعه التصرف. يعني لو كان واحد افتقد الوعي وارتكب جريمه قتل وثبت ان هو مجنون ساعه ارتكاب الفعل،
فبيعفى من ارتكاب الجريمه على اساس ان هو فاقد الاهليه. الشتيمه دي بتفقد اللاعب اهليته في كل الامور، خاصه اذا نعت امه ونعت شخصه ونعت لونه وكل الحاجات دي مهما كانت الامور. يا سياده المستشار انا بتفق معاك، بس اللعيب الكوره في الملعب مركز في الكوره، المفروض تصادد ودانه، ما احنا لعبنا كوره كلنا، بس ما بينفعش ان انا بتفق معاك. دي اللي بيطلع ده خروج عن الروح الرياضيه، ان الناس اللي بتشتم والكلام ده، وفي كتير قوي في الملاعب ده بيحصل الكلام ده. المفروض الحكم يوقف المباراه وينزل مره واثنين وثلاثه، انما اللعيب اللي يطلع عن شعوره ما ينفعش يبقى متحمل مسؤوليه. حضرتك هو لا الحكم وقف ولا هدأ الامور ولا اي حاجه. يعني انا بقول لحضرتك ساعات الانسان بيفقد عقله او توازنه ساعه صدمه معينه، يعني صدمه متمثله في انعاش. وانا برضو رافض التصرف، انا مش بقول لك انا مع التصرف، انا رافض التصرف، لكن انا بقول لك الاعذار التي اقتضت او وصلتهم الى هذا التصرف. ايوه بس ده مرفوض يا سياده المستشار. مرفوض يا فندم، انا ما بكتش. وبعدين ده لعيب محترف، يعني ده لعيب محترف المفروض بيحترم نظام الدوله اللي هو موجود فيها. انسان يا دكتور مصطفى، الانسان انسان شعور وحس، يعني صحيح غلط، لكن برضه في شعور وحس. لو في اي واحد شخص جه واستفزك وانت في موقف معين وانت الدكتور مصطفى عبده، ممكن تفقد شعورك وانت بتتصرف. يعني اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك ياخد موقف يبقى عبره حتى لكل الناس اللي موجوده على مستوى مصر كلها، واتحاد الكره ياخد موقف كمان في الجزئيه دي بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاعب نفسه. الجهاز هياخد قرار، يعني مثلا لا الجهاز لا، انا ماليش دعوه بالجهاز، انا بتكلم عن مجلس الاداره. هيرفع القرار لينا، ما بيرفعوا لينا لازم برضه لينا. طيب بعض الناس من جماهير نادي الزمالك كانت بتكلمني ومتخوفه جدا ان شيكابالا مش عاوز يمضي عشان قدامه مش عارف 4 أسابيع ولا 5 أسابيع، وبعد كده يحق ليه ان يمشي ويسيب نادي الزمالك. انتوا سايبين ليه موضوع شيكابالا ما مضاش ليه يا سياده المستشار؟ لا حضرتك احنا مش سايبينه. النهارده اللجنه كانت بتشتغل وقعدت مع هاني سعيد وقعدت مع حسن مصطفى، وكان الوقت متاخر عشان يجي شيكابالا فما استكملتش القعده. يعني هيمضي الاسبوع ده ان شاء الله؟ والله اتمنى، يعني ما اتمنى الا اذا كان في الامر شيء خفي ما احناش عارفينه. يعني انا سمعت ان بعض الناس قالوا له ما تمضيش، بعض اللي هم السماسره، انا ما بقولش عليهم ان غير سماسره، اللي هم الوكلاء اللي هم كل واحد عاوز يستفاد فقط لا غير، مش مهم مصلحه اللاعب. كلامك مظبوط وكل ده وارد، اللي انت قلته ده ممكن محتمل حدوثه. يعني انا المعلومه اللي وصلتني ان هو مش عاوز يمضي عشان عاوز يمشي. انتوا قعدتوا معاه قال لكم همضي؟ الله اعلم، لكن النهارده كان في قعده معاه بسبب ان الوقت اخذ وقت كبير قوي مع بعض اللعيبه، واللجنه كانت شغاله، كابتن ابراهيم والدكتور طارق والمهندس طارق غنيم والدكتور اشرف صبحي. قعدوا مع الاثنين وشبهوا بيخلصوا خلاص. يعني انت حاسس ان هم بيخلصوا يا سياده المستشار؟ نعم. انت حاسس ان هم هيخلصوا ان شاء الله؟ باذن الله، بس زي ما انت بتقول برضه في خلفيات الله يعلمها بالنسبه لشيكابالا. يعني هل النيه موجوده ليه ان هو يتفاوض ولا لا، او في حد بيلعب من ورا؟ وانت زي ما قلت ان بعض السماسره بيدوروا على حقهم هم بس، يعني بغض النظر عن الانتماءات والارتباطات، يعني وبيكونوا هم سبب بقى في اشعاع السقف اللي احنا كلنا بنشكو منه دلوقتي. على كل حال احنا بنتمنى لكم التوفيق والله يعينكم على اللي انتوا فيه، وربنا يوفق نادي الزمالك ويسعد الكره، تسعد جماهيرها، وكره اليد تسعد جماهيرها زي ما بتسعدوهم باستمرار. ربنا يوفقكم يا سياده المستشار.